لا يزال مصير الخليفة المحتمل لزعيم حزب الله حسن نصر الله هاشم صفي الدين غير معلوم بعد إغارة الطيران الإسرائيلي على بيروت ليلة الخميس، حيث كشف مسؤول إسرائيلي لقناة CNN الأمريكية إن هاشم صفي الدين المرشح الأقوى لخلافة الأمين العام السابق حسن نصر الله هو من كان المستهدف بالغارة التي وقعت في الضاحية الجنوبية يوم الخميس 3 أكتوبر. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن 3 مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الغارات استهدفت اجتماعا لكبار قادة حزب الله، بينهم هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي للحزب، والخليفة المحتمل لنصر الله في قيادة الحزب. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم استخدام قنابل خارقة للتحصينات وإلقاء 73 طنا من القنابل في محاولة اغتيال صفي الدين أمس الخميس. ووصف الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت بأنه الأضخم منذ اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله قبل أسبوع. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين والمرشح لتولى أمانة حزب الله خلفا للأمين الراحل هو المستهدف من الهجوم على بيروت. وفي وقت سابق أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية بأن الضربة على الضاحية الجنوبية في بيروت أكبر من الضربة التي قتلت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. صفي الدين هو ابن خالة نصر الله، ودرس الاثنان في إيران معا في أوائل الثمانينيات، وهو يشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، والمجلس التنفيذي هو أحد الهيئات ال5 التي يتكون منها مجلس الشورى، وهو هيئة اتخاذ القرار في المنظمة، ويشرف على الشؤون السياسية. وصنفت الولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في عام 1997، وفي عام 2017 صنفت صفي الدين إرهابيا.